بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في درس أو استكمال لدرس الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. في الحصتين اللي فاتوا اتكلمنا عن فتوحات بلاد الشام وفتوحات بلاد فارس. قلنا بعد كده هنكمل فتوحات بلاد شمال أفريقيا. نركز بقى مع بعض. في عام 20 هجرية قام المسلمين بالتوجه نحو الغرب لفتح شمال أفريقيا وفتح كل من مصر وبرقة وبصبيطلة والنوبة. طيب، في أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي فتح برقة. بص على برقة في الخريطة هتلاقيها في دولة ليبيا الشقيقة. طبعا فتح برقة، ما هي الأطراف؟ الأطراف هتكون ما بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وضد مين؟ الروم. طيب، ما أسباب فتح برقة؟ ما أسباب فتح برقة؟ رقم واحد، تأمين الحدود الغربية للدولة الإسلامية بعد فتح مصر سنة 21 هجرية من أي خطر يمكن أن تأتي إليه أو إليها من قوات الروم، والتي كانت منتشرة آنذاك في حصون منيعة بطول الساحل الأفريقي. طيب، ما النتائج المترتبة على فتح برقة؟ رقم واحد، استطاع عمرو بن العاص أن يصالح أهل برقة ويعقد معهم عقد جزية، وتم فتح مدينة برقة. أما في عهد عثمان بن عفان استكمل ما بدأه الخليفة عمر بن الخطاب في فتح افريقيا. طيب، ده اول حاجه في فتح شمال افريقيا او فتوحات بلاد شمال افريقيا. فتح برقه كانت سنه 22 هجريه 643 ميلاديه. نيجي على حاجه بعد كده، فتح النوبه. فتح النوبة كان في سنة 31 هجرية 652 ميلادية. 31 هجرية 652 ميلادية. عندما تولى عبد الله بن سعد ابن أبي السرح ولاية مصر تمكن من فتح النوبة عام 31 هجرية، ونتج عن فتح النوبة عقد عبد الله بن سعد بن أبي السرح صلحا مع أهل النوبة، عرف باسم اتفاق البقط. وكان اتفاق البقط ينص على ضمان الأمن والسلام لأهل النوبة، وتحقيق الاطمئنان للمسلمين من جهة حدودهم اللي بقى الجنوبية، وفتح النوبة للتجارة مع المسلمين، مما ترتب عليه انصهار أهل النوبة مع المجتمع الإسلامي وأصبحوا نسيجا واحدا. يبقى بعد كده من النتائج المترتبة على اتفاق البقط: رقم واحد، ضمان الأمن والسلام لأهل النوبة، تحقيق الاطمئنان للمسلمين من جهة الجنوب، وأخيرا فتح النوبة للتجارة مع المسلمين. ده بالنسبة طبعا لفتح النوبة. لمعلومتكم بس إن عمرو بن العاص طبعا كان حاول إن هو يفتح النوبة قبل ذلك ولكنه فشل. نيجي على حاجة مهمة بعد كده، فتح صبيطلة. ده حصن صبيطلة اللي موجود قدامكم في الصورة. حصن صبيطلة أو فتح مدينة صبيطلة يسمى بفتح الفتوح أو فتح أفريقيا. فتح الفتوح ده كان نهاوند. طيب، الأطراف في فتح صبيطلة كان من المسلمين بقيادة عبد الله بن السرح بن أبي السرح، وده كنا خدنا اسمه قبل كده، ضد البيزنطيين بقيادة جريجوريوس والي أفريقيا طبعا. يبقى بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح ضد البيزنطيين بقيادة جريجوريوس. أما الأسباب، ما أسباب فتح صبيطلة؟ رقم واحد، تأمين الفتوحات الإسلامية من الخطر البيزنطي ونشر الدين الإسلامي في أفريقيا. طيب، أنا عايز أعرف أحداث فتح صبيطلة. عندما تجمع لدى عبد الله بن سعد بن أبي السرح معلومات كافية عن أفريقيا من حيث طرقها ودروبها والقبائل التي تسكنها وأهميتها للدولة الإسلامية، كتب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان في الوقت دوت يستأذنه من فتحها. فوافق طبعا الخليفة بعد أن استشار الصحابة بشأن ذلك. سار عبد الله بن سعد إلى أفريقيا وبث طلائعه وعيونه في كل مكان حتى وصل جيشه إلى مدينة صبيطلة بأمان. وأثناء ذلك راسل عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي أفريقيا البيزنطي إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب، ولكنه رفض، فنشبت المعركة بينهما حتى وصل مددا بقيادة عبد الله بن الزبير فقاتلوا الروم قتالا شديدا. أما النتائج المترتبة على موقعة صبيطلة: رقم واحد، انتصار المسلمين بفضل نجدة عبد الله بن الزبير لهم، وقتل جريجوريوس وفتحت صبيطلة. ورقم اتنين، إرسال عبد الله بن أبي السرح جيوش المسلمين لفتح بعض المدن والحصول مثل قصفة وحصن الأجم. ده بالنسبة للجزء الثالث من درسنا. اتكلمنا في الحصتين اللي فاتوا أو في الشرح الفيديوهين اللي فاتوا عن فتح بلاد فارس وفتح بلاد الشام. النهاردة تكملنا وخدنا مع بعض فتح بلاد خدنا فتح بلاد شمال أفريقيا.
بكده نكون خلصنا مع بعض درس النهاردة. أرجو إن انتوا تكونوا استفدتم. أي حد عنده تعليق أي سؤال في أي حاجة ممكن يسيب التعليق أسفل الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة التاريخ.